قبل كل حلقة بنصورها بنحب نقعد behind the scenes مع الضيف بتاعنا، نتكلم معاه شوية، نقرب منه، نعرفه أكتر، وكمان نتأكد إنه في وقت من الأوقات اتسوح نفس تسويحتنا وكمان حلها ووصل لبر الأمان. قبل الجست بتاعنا بتاع الأسبوع ده واعرفوه أكتر قبل حلقة يوم الثلاث. فلما تتعامل مع كلاينت بعديها بطريقة وحشة هو يفتكر إنك قليل الذوق، بس ما يعرفش إنك أنت معضوض. دايرة العلاقات اللي بتعملها هي اكتر حاجه بتسهل لك ان هي تجيب لك شغل. يعني النهارده اتعرفت على لبنى، يوم من الايام لبنى جت في دماغها فكره ان كلاينت مش عارف ايه هتكلم وائل، هي بتيجي كده. حصل ساعتها الامطار الغزيره دي اللي وقفت البلد ومش عارف ايه والكلام ده كله. رجعت لقيت النور مقطوع، نزلت قعدت على القهوه، النور اتقطع وانا على القهوه. قلت هدلع نفسي هجيب ماك، والله العظيم رحت الماك اللي في عباس العقاد جبت ماكدونالدز. رجعت اكلت بقى خلاص الميه اتقطعت مش عارف اخش حمام. طب انا اعمل ايه؟ بعديها بقى راحوا قاعدين الناس كلهم في البيت عشان خاطر الكورونا. ممكن اديك نمره ماما، مسمياني السمج. فاحمد 18 سنه فلسه ايه، لسه بنيانه ما اكتملش. فواقف جنبي كده فبقول له لا 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 شد حيلك، انت ابن خالتك اطول منك. فبص لي كده قال لي طب بنعمل فيها ايه؟ في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي كان حد والناس بتحكي راح تبول في بير زمزم، فالناس من كتر ما ابتدت تضرب فيه قال له اردت ان اذكر حتى لو باللعنات. يومها لما رجعت البيت وكانت الحلقه الساعه 12 بالليل ادركت ان اهلي مفيش حد اتفرج على الحلقه خالص. حاجه زي كده حزت نفسيتي جامد حتى الان، يعني هي ايه مضايقاني. ازيك يا وائل؟ ازيك يا لبنى عامله ايه؟ الحمد لله. وائل انت بقالك قد ايه فريلانسر؟ بقالي من 2016، يعني دلوقتي بنتكلم 7 سنين. بتشتغل فريلانس في ايه؟ بشتغل فريلانس في ايه؟ في الكونتنت كرييشن. فمن هنا بدات القصه وبدات الرحله. يعني بتعمل ايه؟ بقدم فيديوز، بقدم كونتنت، ومن خلاله بفريلانس. القصه هي ميكس شويه وكومبليكيتد شويه، بس مع الوقت هشرحها لك وهنفهم. حلو قوي، بس المعلومات اللي عندي ان انت اصلا مهندس. صح. طب انت لسه مهندس؟ لسه مهندس، وممكن اقول لك شويه دايفرستي كده تخليكي ايه تسالي بقى مش مهندس بس. انا مهندس بري ماسترز في هندسه، ماجستير في بزنس، وبعمل فيديوهات، وحلمي ان انا كنت اكون دكتور. مش انت اكتشفت كارير؟ مش هلحق شفت الصراحه، اتس تو ليت. بس هو في ظاهره غريبه قوي ان انت مهندس وما عملتش شفت كارير، فممكن تقول لنا تفسير الظاهره دي؟ انا كنت اتمنى انك انت اللي تجاوبيني على السؤال ده، تمام؟ لان برضه لسه بسال في الموضوع ده، بس انا ممكن اقول لك اللي انا واصل له حتى الان. الدايفرستي، وده هتلاقيه ان هو ده عنوان حياتي، حاجات مختلفه، الاختلاف والتنوع. ومن هنا ممكن نيجي نتكلم عن التشتت. طب انت من كل الحاجات اللي انت بتعملها مختلفه، ايه اغرب شغلانه عملتها؟ مره سافرت مع مجموعه طلبه على اساس ان انا تور جايد. والله العظيم انا عارف انك احنا مش محضرين الكلام ده، بس انا اقول لك اهو، انا سافرت مع مجموعه طلعوني ان انا تور جايد، وطلعت ان انا مرشد سياحي لبلد اول مره اروحها. اقسم بالله اول مره اروحها في لغه انا عمري ما اتكلمت فيها، بس مجرد هم شايفين فيا سنس المسؤوليه وانا ممكن نتصرف، فطلعت وراحوا رجعوا لحتى الان هم بيتعاملوا معايا ان انا تور جايد، وبيسالوني مثلا عن رحلات العمره، برامج الحج، الحاجات دي. بس انا مهندس. اتصدموا لما شافوني على السوشيال ميديا افتكروني دكتور اصلا. فعجبهم موضوع الهندسه ده انت مخبيه عن العالم عامه. انا مخبي حاجات كتيره جدا، وده عامه تقريبا سر ما يعرفوش غير اهلي واخواتي. اعتقد ان في اخ منهم كمان كان فاكر انه طالع فسحه، يعني ما اعرفش انا هيتصدم دلوقتي. طب يا وائل، لو انت ما كنتش بقيت مهندس وما كنتش بقيت دكتور كنت هتبقى ايه؟ كنت هفضل ادور، لان انا لو انت خدتي بالك هيبقى في تدوير. يعني دايما مثلا الهندسه راحت بعديها البيزنس، بعديها راحت للفيديوهات. هكون ايه؟ نفسي من وانا صغير كنت ابقى دكتور، يعني ده حلمي، بس مش دكتور بقى بيفتح في ناس وبيعالج ناس، لا انا نفسي دكتور ابقى نفسيه عصبيه، اطلع كده اتكلم وعندي الشيزلونج بتاعي، العياده بتاعتي معموله. اطرخ مني غصب عني يا ابا. بعدين بقى في قدوره اللي دخل عليا العياده ده. طب انت في الفريلانسنج، انت طبعا دخلت الفريلانسنج لوحدك، يعني بما ان انت جاي من كوميونتي باباك دكتور وانت مهندس، فانت الكوميونتي بتاعك ما فيهوش قوي فريلانسرز. اغرب سؤال سالته لنفسك وانت فريلانسر ايه؟ طب ما تيجي اقول لك اغرب موقف حصل لي وانا فريلانسر ايه؟ يلا. انا اتضحك عليا، تمام؟ ده كده انا اتضحك عليا، بس مش من عميل، انا اتضحك عليا من واحده. انا واحده لقيتها جايبه تليفوني وبتكلمني وبعتت لي صوره ان هي صحفيه في جريده مشهوره جدا، وان هم قد ايه مهتمين بالمحتوى اللي انا بقدمه. حسيت بقيمتي، حسيت ان انا عارفه هطلع في الصفحه الاولى ووشي ووائل لباس اليدلي بتصريحات، شفت نفسي هناك واتفقنا وهننزل وبتاع. نزلت ادركت ان هي واحده هي مش معجبه، هي مهووسه، لدرجه ان الباك جراوند بتاع صورتها موبايلها والله العظيم لما نور بالصدفه فلقيت نفسي عارفه الصور اللي مامتك بتبعتها لك الصبح، اللي هو مثلا ايه صوره شخص معين وصباح الخير والورود. انا كنت كده، انا حواليا قلوب وحواليا
انا رحت الحمام، قلت انا هروح الحمام، من ساعتها انا في الحمام، اعتقد ان هي لسه مستنيه لحد دلوقتي. لا في حاجات الواحد ده بعد كده علم الواحد الحرص اللي هو. طب ما انت مشهور اهو، مش في التلفزيون بس بالنسبه للناس. الحمد لله ان هو كان في مكان عام، تمام، لان انا كان زمان دلوقتي مخطوف، يا اما في حته ما متعلق تمام، ولو انت اعمل لي فيديوهات بقى، انا جبتك اعمل لي فيديوهات. طب بمناسبه الاودينس بتوعك، انت الاودينس بتوعك هم الكلاينتس بتوعك غالبا. ايه اغرب كومنت جالك من الاودينس؟ بصي انا بطلع بسجيتي، تمام، فانا فتره الكورونا كان ابتدى ينتشر موضوع الجامب سوت او اللي هو سالبت، تمام، سالبت بس ايه كده بيتلبس في البيجامه بتاع. فانا قلت لسه هقوم وهغير وبتاع، عملت فيديو قعدت على ريسيرش فيه مثلا 10 ايام عن النوم، تمام، والفيديو كان حلو بالنسبه لي، شايف ان هو فيه معلومات كتيره جدا. الناس سابت الفيديو ومسكت في لون العفريته او لون السلبات او لون السناجز وات ايفر بقى هتسموها ايه. فده مثلا كانت ايه اللي هو ايه، مفيش لون رجالي شويه. انا دايما احب اثير الجدل، انا عارف ان هي هتجيب جدل فهجادلكم، انا كيفي كده. بعدين ما بقتش صراحه اركز في ايه اللي الناس بتكتبه، حاجات مش لذيذه يعني. ما بقتش زمان كنت ممكن لا كلمه تتقال لي دمي يحمى واخش ارد، ولا انا مش انفلونسر، لا ده انا رادع زباله، انا مقطع بطاقتي، لا خلاص بطلت. بما ان احنا من جيل التسعينات واحنا بالنسبه لنا السوشيال ميديا حاجه جديده شويه، واحنا دلوقتي بنتكلم عن المصطلحات، فلما انت جيل التسعينات دخلت السوشيال ميديا، ايه اكتر مصطلحات حسيت اللي هو جماعه ما بتتقالش كده؟ انا حسيت ان السوشيال ميديا هي لعنه. بصي انا ما ينفعش اقول كلمه زي دي لان ده مصدر رزق، مصدر شهره، مصدر حاجات كتير، بس هي فعلا لعنه. بس لو جيتي لفكره لعنه الشهره هتلاقيها ان هي مش في الجيل بتاعنا ولا في وقت، هي على مدار العصور. افتكر قصه في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، كان حد ايام الحج وسط مناسك الحج والناس بتحج راح تبول في بير زمزم وسط الناس. فالناس من كتر ما ابتدت تضرب فيه، فواحد جه حكيم قال لهم يا جماعه هناخده للحاكم هو اللي يحكم عليه، جايز يكون راجل مش سوي عقليا. فلما اخده وداه قال له ايه؟ قال له اردت ان اذكر حتى لو باللعنات. ليه؟ الناس عايزه سيرته تبقى على لسانه، ده جنان شهره، ده جنان شهره حقيقي يعني. ففكره لعنه الشهره ولعنه السوشيال ميديا ده مش في العصر اللي احنا فيه ده على مدار العصور. فانك انت عايز تفضل دايما موجود، الناس تبقى شايفاك. حاليا انت عشان تبقى مشهور ممكن تعمل حاجه من الاثنين، او بتلاقي الناس بتقدم حاجه من الاثنين، بتقدم حياتهم كانفلونسر وبيبيع لك حياته على مدار. انا النهارده صحيت رحت لبست مش عارف ايه، بعت حياتك، او بتبيع كونتنت. مهما تلف ومهما تدور، مهما تفط ومهما تنط، مش هتطلع بره الاثنين دول. فهو ده اخرك. فمش عارف اقولها ايه، انتكاسه مثلا. في الاخر بتبدا البني ادم هو سوي عقليا، هيعرف يقدم حاجه، هيعرف يمنتين درجه الشهره دي، هيعرف ازاي يتعامل معاها. انا كواحد كنت وما زلت مقتنع ان انا ايام الجامعه كنت مشهور عن دلوقتي، رغم ان انا ايام الجامعه ما كنتش على السوشيال ميديا خالص. مشهور على الارض. مشهور على الارض. كانت شهرتك ايه؟ كانت شهرتي ان انا بابليك ريليشن في اتحاد الطلبه. على فكره دي بدايه، يعني دي بدايه اصلا انا اكتشفت نفسي ازاي. لو انت دلوقتي ما قدامكش انك تفريلانس في اي حاجه غير هندسه، هتفريلانس في ايه في هندسه؟ ينفع اصلا مهندس يبقى فريلانسر؟ انت بتسالي اسئله وجوديه كتير، تمام، وبجد الموضوع موترني لان انا اللي بطرحها دايما، تمام، بس تمام. اللي بتعمله في الناس هيتعمل فيك. لازم. انا حاسس ان هو ايه كارما دلوقتي، يا ريتني اقل شويه. ينفع مهندس يبقى فريلانسر؟ ينفع مهندس يبقى فريلانسر. هتفريلانس في ايه؟ يفريلانس في كورسز، يفريلانس ان هو يفتح دماغ المهندسين ان في حياه ما وراء الهندسه دي. لا انت كده بتتكلم بقى في ثوابت، ما ينفعش. لا معلش، المهندس فوق الجميع. حياه المهندس هي اهم حياه في الحياه. لو هنتكلم على الهندسه بمجمل وبسرعه، ففي ستيريوتايبنج عن الهندسه ان الدنيا اتخلقت والهندسه وخلصت الدنيا، تمام، ان اي حاجه حيرتها في هندسه، حتى الطب ما هو الا هندسه بني ادمين. ففي عقده دايما عند المهندسين. انا ما بحبش كلمه يا مهندس. انا كنت بشتغل فتره معيد في الجامعه، كنتش بخلي طالب يقول لي يا باشمهندس، انا اسمي وائل، انا ما بحبش لقب الهندسه. انا حتى الان ما بحبوش، يعني شوف طالع على السوشيال ميديا وبتاع، انا ما بحبش لقب الهندسه. انا مختلف، مش هتلاقي زيي في الهندسه. طب ومكمل في هندسه ليه؟ انا دخلت فيلد الهندسه من كل الاتجاهات ممكن تخشيها. اول حاجه كنت معيد في الجامعه لان كنت ثالث على دفعتي، وبعدين اشتغلت سيلز فدخلت جزء البيزنس، وبعدين دخلت جزء التكنيكال. فجربت الهندسه من كل انواعها. فتره اشتغلت بره، فتره اشتغلت في الصحراء، فترات كتيره اشتغلت في حتت مختلفه. هنا الهندسه بيبقى بص لها بطريقه ثانيه. انا مش بتاع ان انا اخش هندسه من حته مفك وصاموله، لا، انا عايز ابقى فرونت لاين، عايز اقدم سيرفيس، عايز اقدم حلول. مش حابب ان انا اكون زي بقيه الناس، عامل ميكس من هنا اخدت ومن هنا اخدت ومن هنا اخدت، يوما ما بتنفعني في حاجه، في محاضره بديها، في كلام مع عميل، في سيرفيس بقدمها، في بلان بعمله. هنا الانتجريشن دي هي اللي نفعت. حلو قوي.
طيب انت بدات من هندسه في الفريلانسنج، وفي الفريلانسنج اكيد كان عندك مواقف كتيره غريبه بالذات لما الكلاينت بيتعامل معاك. اكيد عملت شغلانه للكلاينت، واكيد الشغلانه دي كانت كمان بفلوس كتير وما خدتش فلوسك، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. تمام. يعني في حاجتين بيزعلوا الواحد. تمام. الثقه الزياده، تمام، لما بتتخزن ولما الطعنه بتيجي من اقرب كلاينت. تمام. دي دايما بتبقى حاجه ايه اللي هو هي بتفقدك نوع من انواع الثقه، فلما تتعامل مع كلاينت بعديها بطريقه وحشه هو يفتكر انك قليل الذوق، بس ما يعرفش انك انت معضوض. تمام. ما يعرفش انك انت متعلم عليك، عارفه اللي هو انا مش عايز يبقى سمعتي في الفيد ان انا بيتضرب على قفايا او انا بيتصل عليا او بتك عليا فلوس. الحاجه الثانيه ان حد يعدل على شغلك. بس الكلاينت معروف كلاينت تعديلات. ما هي الفكره في كده. هنا بتيجي في حته ايه؟ المفروض ان انا جبتك عشان انت بتقدم حاجه عجباني فعايزك تقدمها، بس ازاي وانا اقدر وانا بدفع؟ لا، لازم احط التاتش بتاعي. وهنا بتيجي حته الخلافات دايما. انا طبيعه شغلي انا دايما ببلان هيد. يعني انت النهارده عرضتي عليا فكره معينه، انا قبلتها ان انا هاخدها وهعرض وات ايفر السيرفيس بتاعتك او البرودكت. هتلاقيني عامل خطه سيناريو ايه وسيناريو بي، وفي الاخر بخيرك ما بين الاثنين. وانس ان احنا اتفقنا انا عامل لنفسي تايم فريم هسلمك في وقت معين، وفي كل وقت هيكون مخلص انهي مرحله. يجي هنا كلاينت في تغيير الوقت وتغيير الميعاد وتغيير الراي وجايز تغيير البرودكت. انا ما ينفعنيش الشغل ده، ما ينفعنيش. انت عادي ممكن يجي لك بريف مختلف في النص، وممكن يجي لي كلاينت مختلف في النص. يعني مثلا هي شركه تحتيها سبسيدريز، فهو قرر النهارده لا انا السبسيدري دي بعد ما خلصنا عملنا لا احنا عايز سبسيدري ثانيه. كنا اول بنتكلم في سيرفيس، النهارده بنتكلم في اكل، وانا دافع لك فلوس انت هتتكلم بقى على الاكل النهارده. فلا دي مستفزه. طب دي ما حاجه ما خلتكش توقف فريلانسنج؟ نتوركينج دي كي. جايز يكون الكلام اللي بقوله تحس ان هو مصطلحات، بس انا كنت اول فاكره مصطلحات وحاجه كبيره، بس انا لما عشتها ادركت ان هو ده الصح. دايره العلاقات اللي بتعملها هي اكتر حاجه بتسهل لك ان هي تجيب لك شغل، ومن حاجه انت لا تدري ولا تحسب ان هي هتجيب لك يوم من الايام حاجه. يعني النهارده اتعرفت على لبنى، يوم من الايام لبنى جت في دماغها فكره ان كلاينت مش عارف ايه هتكلم وائل. هي بتيجي كده، الناس فاكره ان الموضوع بتيجي بقى ايه انا هتشير فبيجي بقى الريكوست والايميل بقى مليان، لا مش حابب، لا ما يجيش كده. هي بتيجي جزء منها كده، ولكن جزء اكبر بيجي من النتورك. انت دلوقتي عيلتك غالبا ما فيهاش فريلانسرز، وانت اصلا مهندس. اول ما بدات في الفريلانسنج شرحت لهم ازاي شغلانتك؟ انا ممكن باجابه زي دي اخسر عيلتي، تمام، وممكن باجابه زي دي اطلع بيهم السما. فعلى حسب بقى الحلقه دي يومها هبات فين الاجابه بتاعتي. انا شايفه نقول الاثنين ونختار اللي احنا عايزينه. اي قرار باخده في الحياه عامه، اي قرار ما بيبقى ما بين حاجتين، حاجه ايموشنال، قرار ايموشنال، وقرار عقلاني. لما تيجي تسمع راي حد فانا دايما باخد اثنين، حد ايموشنال وحد عقلاني. مش هتلاقي حد ايموشنال عليه غير اهلك، اللي هم دايما هيفكروا بالايموشنز بتاعتهم، استابيليتي، استقرارك، راحتك النفسيه. اي حاجه ثانيه لا، هي بالنسبه لهم طنين وذبذبات. الناحيه الثانيه باخد راي حد من اصحابي اللي هو منفعل، اللي هو براكتيكال، اللي هو لا انا هفتح صدري وهخش عادي. وتيجي بقى قرارك انت يبقى في النص ما بينهم، ده في وقت لو انت مش عارف تاخد قرار. اهلي في الاول كانوا مش فاكريني بضيع وقت، بتضيع مجهود على الفاضي، بتضيع فلوسك بتجيب حاجات. اختلاف الاجيال هنا بيجي، ده مش غلط منهم. كان في مقوله لعلي بن ابي طالب بيقول ربوا ابناءكم لغير جيلكم فهم نشأوا لغير عصركم. اهلنا كان يوم من الايام متوقعين عندهم سوشيال ميديا؟ لا. كانوا يتوقعوا ان مصدر رزق هيبقى حته بلاستيكه ماسكها في ايدك؟ لا. بس انت برضو خليك في النص، راعي هم جايين منين وتفكيرهم عامل ازاي، وما تبقاش شديد عليهم. في فتره ما كنت شديد وكنت عنيف وكنت بتضايق جدا من وجهه النظر ومن راي. اقول لك مثلا ان انا حلمي من حياتي في فتره ما كنت ابقى مذيع. مره في مسابقه كسبت ان انا اطلع اذيع حلقه اونلاين على الراديو في قناه مشهوره جدا. يومها لما رجعت البيت وكانت الحلقه الساعه 12 بالليل، ادركت ان اهلي مفيش حد اتفرج على الحلقه خالص، ولا حد من اخواتي بجد، وان الناس اللي هي ما تعرفنيش اتفرج على الحلقه، من الفولورز، من المتابعين، من اصحاب، من الكلام ده كله. حاجه زي كده حزت نفسيتي جامد، وواضح ان هو حتى الان يعني هي ايه مضايقاني. بس ارجع افكر تاني، هم شايفين ان هي رفاهيه، مش شايفين الطموح اللي انا شايفه. يمكن عشان بادي من حته ما فيهاش حد من حوالينا، من العيله، من دايره الصحاب عنده نفس الفكر، فشايفين الموضوع بعيد. بس انا ما كنتش شايفه بعيد وما زلت مش شايفه بعيد. طب انت لما تروح تتقدم لواحده هتقول لها ان انت وائل المهندس ولا وائل الفريلانسر؟ وهتقول لباباها انت وائل المهندس ولا وائل الفريلانسر؟ انا شايف ان دي ميزه وعيب. خلي بالك يبقى عندي شغلانتين، وائل الموظف وائل الفريلانسر، انت الريسك بتاعك ممكن تاخده اعلى. ليه؟ النهارده انا بشتغل شغلانه واحده فريلانسر، معتمد على فلوس الكلاينت. جالي كلاينت هعمل له كده لو انا في احتياج شديد للماده.
ان انا معايا شغلانتين، انت ككلاينت كلامك عجبني هاخده، ما عجبنيش مش هاخده، هعاند معاك مش رزاله بس عشان خاطر عندي وجهه نظر، هستراجل معاك اكتر. فانا شايف ان دي صراحه ميزه ان انا بتخليني اخد ريسك اعلى، ان انا اعتمادي مش على حاجه واحده. زي مثلا ما انت يكون اعتمادك على الدعم من مامتك، من اختك، من مراتك، على عكس ما يكون من حد واحد بس. فشايف لا ان دي نقطه في صفي مش نقطه ضدي. مثلا في الشغل بلاقي ان في ناس مثلا ايه ده احنا عارفينك، احنا اتفرجنا عليك في حاجه الفلانيه، شفتك لما طلعت كذا، بتبريك ذا ايس، بتخلي ان السوشيال انتليجنس بتاعك يبقى اعلى شويه، والسوشيال كوميونيكيشن اللي هو الناس كسرت حاجز، شايفه انك انت باصين لك بطريقه معينه وشايف انك انت حواليهم، فبيكسر حتت، بيقربك اكتر من الناس، بيقربك اسرع، والناس بتحب كده. بس انت لما هتقعد مع باباها مش هيفهم اصلا يعني ايه انت بتشتغل فريلانسر، هتفهمها له ازاي؟ الطبيعي بتاع الناس دلوقتي ان هو يبقى عندهم وظيفه، حلو، بس زي ما بيحصل شيفتنج حتى في السوشيال ميديا بلاتفورمز، ما بدات مثلا من تويتر راحت لفيسبوك، بعد كده انستجرام، بعد كده تيك توك، فطبيعه الحياه هيحصل فيها شيفتنج. طريقه التفكير ان هي وظيفه واحده حاليا، بتلاقي ناس كتير تقول لك وظيفه واحده لا تكفي، رغم ان العقليه دي ما كانتش موجوده قبل كده. فزي ما كانش فكره ان هو يبقى فريلانس موجوده قبل كده، حاليا بقت موجوده. بس انت ممكن تبصي بطريقه ثانيه، ان فريلانس ما هي الا رجل اعمال ولكن بتاع زمن مختلف. هو فكره الفريلانس ايه؟ هو واحد عنده فكره او برودكت او سيرفيس او حاجه بيقدمها، سواء بقى بتعمل اديت، سواء بتقدم محتوى، سواء بتدي كورسات، سواء وات ايفر. طب ما انت لو رجل اعمال عندك نفس الحكايه، عندك مكتب وبتقدم خدمه ما، الكلام ده كان في التسعينات، حاليا بقى اسمه فريلانس، الله اعلم بقى في السنين الجايه هيبقى اسمه ايه. فهي نفس الفكره. فانت هتقول انا رجل اعمال. هو انا رجل اعمال متميز مختلف، عندي اكتر من مجال بشتغل فيه ومعايا فلوس وعايز بنتكم. طب انت كنت بتشتغل فتره ستاند اب كوميدي؟ المعلومه دي مش صح على فكره، بس انا بطلع برتجل بس ما بكونش ستاند اب كوميدي على فكره. طب انت ليه ما اشتغلتش في الستاند اب كوميدي عامه؟ من اكتر الحاجات الواحد ممكن يوصل رساله بيها هو موقف حصل معاه، تمام؟ فانا هحكي لك عن موقف حصل معايا، خديها كستاند اب كوميدي، خديها كموقف حصل، بس ده اللي انا هريليت بيه. في يوم من الايام كان عندي حد من اصحابي مناسبه كويسه، مناسبه صراحه من حد من اقرب الناس، فقررت ان هجيب قميص بربري، تمام؟ وانا الصراحه يعني جيبي لا يتحمل نفقه البربري، ولكن مجرد فكره ان يبقى عندك حاجه مختلفه. فكره قميص البربري ايه؟ هو قميص شيك جدا، ابيض خالص ما فيهوش اي حاجه، النقشه بس من جوه الياقه هنا عليها النقشه بتاع البربري اللي احنا عارفينها، والياقه هنا لما بتتني الكم بتبان، حلو. ورحت حضرت بيها والكلام ده كله، والقميص فضل عندي وليه مكانه خاصه جوه الدولاب، لان هو بعدد 8 قمصان كتير، لو كانش قمصان الدولاب كلها، حلو. لحد هنا وتمام. كنت مره هستخدمه في مناسبه، بعته يتكوي، وبعمل فيديو من ضمن فيديوهات كنت بكتب حاجه على ورقه، فماشي بالقلم الماركر ومفتوح وماشي في الاوضه، ورحت عامل تك كده ايه عليه. نفتكر ان هنا مصيبه، لا هنا مش المصيبه. اخويا دخل صغير وكان عنده البروم بتاعه، فقال لي وائل انا محتاج القميص بتاعك عشان خاطر اروح بيه البروم. قلت له خلاص روح، بس وديه دراي كلين عشان خاطر الحته دي تتشال وتروح بيه. انا مش كلامي ما بيتسمعش في البيت، فاهم؟ وده عادي، يعني الواحد بيعترف باخطائه. في ساعات الطفل بيبقى مفضل في البيت، ده معروف هو مين، وفي طفل مهدور حقه معروف ان هو مين. فانا اهلي اصلا نسيوني في مطعم قبل كده، تمام؟ بس انا دي مش مشكلتنا دلوقتي. فرحت فسبت له القميص، وبعدين كان ساعتها بعمل ماسترز، فباخد المحاضرات اونلاين، فالدكتور شغال قدامي وانا فاتح الكاميرا وفاتح المايك، ومعروف ان لما عندي محاضره ما تقربش من اوضتي ومحدش يخش اوضتي. اللي استغربته ان انا قاعد قدام الدكتور، اخويا الصغير فتح الباب ودخل، هو ماسك حاجه انا مش عارف هي ايه، وحطها قدام المكتب وقال لي وائل اي ام سوري، ومشي. والله لحد هذه اللحظه انا مش عارف هو حاط ايه، بس هو حاط حاجه قدامي بيج. بعدين ابتديت اقرا بي يو بي بربري، طب ايه اللي جابها على حته اللي بننظف بيها؟ انا مش عارف. اتاري البيع عمل ايه؟ عمل خطه، وحد موجود معانا في البيت يعني، ان هم هينقعوا جزء من الكم في كلور، وما فكروش ان الكلور ممكن يعني يجري من الكم لحد ما يروح للياقه او يروح للاسوره دي، مش ينقعوه بضع دقائق، لا هم سابوه ساعه ونسيوا. فالكلور بقى موجود جوه القميص كله، فالقميص كل واحد فالحته ام 3 4000 جنيه اللي كنت مبسوط بيها اتطبعت على القميص كله. هو تكنيكلي قيمته عليت، براكتيكلي ما ينفعش. تكنيكلي اللي انت عايزه حصل. بمناسبه مثلا الدكاتره والمحاضرات بتاعه الدكاتره، زوم ده عامل لي مشكله في حياتي. هو قطع علاقتي بناس كتيره، وخلى ناس كتير تشوفني بطريقه منحرفه بسبب اللي حصل معايا. انا كنت طالب بحب دايما البيجامات اللي شكلها مختلف في البيت، بيجامه عليها بنطلون كرتون، والهودي برضه نفس الحكايه، مدي كده نقشه كرتون وبتاع. جه امتى؟ جه وانا في محاضره، حلو؟ فالمايك مفتوح، والدتي خبطت على الباب قالت لي وائل جبت لك حاجه، فتحت الباب لقيت ايه؟ رحت داخل واخدتها، ما اعرفش كل ده او نسيت ان المايك مفتوح، حلو؟
واحده من اعز اصحابي كانت مستنيه الريفيو بتاعي عشان تجيبها هديه لخطيبها، فانا طلعت البنطلون وببص عليه ناسي ان في عالم موازي وفي محاضره شغاله، وببعت فويس نوت بقول ايه البنطلون حلو بس خفيف محتاج يتلبس حاجه تحتيه. ايه يا جدع انت الكلام الباسخ اللي بتقوله دي؟ وبعدين ادركت ان 15 ثانيه اللي فاتوا دول الدكتور ما بيتكلمش، واكيد هي مش صدفه كونيه ان هو سكت في نفس الوقت اللي بوظ فيه. فمن غير ما ببص انتوا سامعيني؟ فقال لي كلنا سامعينك. فكان ساعتها لازم افتح الكاميرا عشان ااكد على نزاهتي. الحمد لله ان انا عديت، فاضطريت ان انا افتح المايك تاني وافتح الكاميرا والبس البيجامه واعمل لهم كات ووك، وتحولت من محاضره اقتصاد لمحاضره تدبير منزلي وازياء عشان بس اؤكد على شرفي واطمن الناس على نزاهتي. فده من ضمن الحاجات يعني. مستقبلك باهر في الستاند اب كوميدي، احنا ربنا كده يستر. متفقين. ربنا يستر.